بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بليله القمح. بصوا يا جماعه، احنا جايبين شارين البليله دي كده، طبعا لسه هتتنقى ماشي، وهنعملها مع بعضينا ماشي. بصوا البليله بقت عامله ازاي، شوفوا بقى كده استوت ولا لا. بصوا اهي نفشت شويه، طبعا البخار فمش مبين قوي اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط شويه رز ماشي، نحط شويه رز ونجيب. احنا حطينا شويه رز، لازم تحطي كده ايه معلقتين رز كده معاها، عشان ايه بيدي تخانه كمان للبليله، وبتديها كمان طعم حلو جدا. هنسيبها بقى لما تستوي شويه ونجيلكم ماشي. ادي البليله اهي ما شاء الله عملت ازاي، شايفين؟ انا برضو لسه هسيبها شويه لغايه ما تلاقوا الحبايه دي نفشت خالص. الرز ده استوى برضو، بس حبه الرز خلت الميه عملت ازاي، زي احلى من البليله بتاعت بره وانضف. الحاجه انت منقياها وغسلاها وعاملاها في البيت ماشي. كمان البليله مفيده كمان للكبار والصغيرين، الانيميا ماشي. يا ريتك تعمليها الايام دي عشان الجو طبعا شايفين الجو طبعا برد والدور الانفلونزا اللي داير حاليا دلوقتي ده، دي عايزين حاجات تقوي المناعه. فالبليله دي حلوه، يا ريت تجيبيها وتعمليها حتى لو حبه صغيرين كلهم كده في حله، وتعمليها وتضيفي عليها برضو شويه لبن للاطفال عشان تبقى كلها طبعا فايده. وخلينا برضو مع بعض نشوف البليله توصل فين. بصوا ما شاء الله كل شويه بقلب فيها وازودها شويه ميه. زودي الميه عشان هي بتتخن كل مدى. ليه بقى؟ عشان حبه الرز اللي انت حطيتيهم. بصي اللهم صل على النبي، كل مدى بصي الحبايه بتنفش ازاي. انا عايزاها برضو تستوي اكتر من كده وتنفش اكتر من كده. بصي الميه عامله ازاي، جميله ازاي، والله احلى من بتاعه المحلات. انا بقول لك اعمليها في البيت افيد وانضف ماشي. برضو خلينا برضو مع بعض كده لغايه في الاخر اوريكم ايه تبقى عامله ازاي في السوا ماشي. انا زودتها ميه، انت كل شويه بتسخني لها ميه وتضيفيها ماشي. بصوا بقى عملت ازاي ما شاء الله، كل ما بتتخن بيزيد ماشي. احنا نقلب كده، انا زودت ميه كمان وهزود ميه تاني عشان كل مدى بيزيد. ليه بقى؟ المعلقتين الرز اللي انت حطاهم بتزودها كمان، بتزود البليله. انا كنت حاطه شويه بليله صغيرين مش كتير كمان. الرز كده يعني بيزيد كمان الطعم وبيخليها اكتر ماشي. بصوا اهي ما شاء الله نفشت ازاي، وكل مدى بس وطي عليها، اوعي تعلي النار عليها، لانك لو عليتي عليها النار هتتحرق. انا بس عليت عليها اول مره، اول ما حطيتها على البوتاجاز بس كده قبل ما احط الرز، غلت غلوتين وبعد كده وطيت عليها خالص ماشي. تسيبيها براحتها وتستوي براحتها، تاخدي منها احلى بليله، ولا تقولي بليله المحلات ولا اي حاجه. تضيفي عليها لبن، تضيفي عليها مكسرات ماشي. هنزود برضو تاني ميه تاني عليها، وبرضو هوطي عليها وخليها برضو ايه تستوي بالراحه برضو عشان تديكي اكتر ايه طعم اكتر، يعني طعم يبقى احلى وتنفش كمان ماشي. خلينا مع بعض. بصوا خلاص كده استوت معايا، هقفل عليها بقى ماشي. عايزه بس اوريكم منظرها ما شاء الله اهي، الله اكبر بقت جميله جدا، مش محتاجه هو الرز استوى خالص ماشي اهو. كل ما بتقلبيها او بتسيبيها كمان بتزيد اكتر وتنفش اكتر ماشي. بس انا عاملاها زي يعني السهاري، زي ما بعمل الفول بالظبط ماشي، بالمنظر ده كده. سبتها تستوي براحتها خالص زي ما اعمل الفول يا جماعه. شفتوا الفول انا بقى بتعمله ازاي؟ برضو بتسيبوه لغايه برضو زي السهاري كده، وتسيبوه يستوي براحته خالص، يطلع لك احلى فول. بصوا ما شاء الله الرزايه استوت وهي كمان نفشت كمان الحبايه ما شاء الله. بألف هنا وشفا وشكرا. وعايزه اشكر كل الناس يا جماعه اللي بتخش تعمل لي كومنتات وبتساعد بتفرحني بالكلام بتاعها، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وألف هنا وشفا وشكرا.